وباش يجينا السردين ديالنا مقرمش وبنين وواعر بزاف ووليداتنا يحماقوا عليه. تبعوا معايا الطريقه حتى الاخير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك تعليق زوين. الله يجازيكم بخير باش ديما يوصلكم الجديد. وإلا كانت اول مشاهده لكم من الصفحه فالف الف مرحبا بكم. وصافي من بعد كناخذ السردين ديالي اللي نقيته مزيان وسقطرته وهكايا كناخذو كنقسمو على جوج. انا هنايا قسمته بيديا ما متوفرش عندي المقص. صافي من بعد ما قسمته كامل صافي وكناخذ زيت الزيتون وكندير ليه شويه وكندير عصره ديال الحامض حتى هي. كندير التوابل اللي فيها خرقوم سكنجبير بزار كمون والقزبور مطحون اللي تيتواتا بزاف مع هذا السردين هذا. من بعد كناخذ الثومه والقزبور اللي ديجا طحنتهم معكم وصافي كندير معلقه ديالو صافي. وكندير ايضا واحد المكون اللي هو زوين بزاف مع السردير اللي هو الصوجه كنديريه شويه صافي. من بعد كنحرك الخليط ديالي ندمجو فيه دوك المكونات مزيان وكنخليه تقريبا ساعه لما كان يرتاح لينا ويتشرب لينا مزيان. من بعد صافي هنايا استعملت الكردون. انا هنايا خديت السميده رقيقه حتى هي ودرتها في الطبسيل وكندوز فيها دوك السردينات ديالي وكنحاول نستف داك السردين كامل في داك الكردون حتى كنساليه كامل وكنرشو بزيت الزيتون. من بعد كندخلو الفران اللي كيكون سخون صافي. من بعد ما كيخرج كيجيب بهذا اللون هذا الزوين مقرمش لذيذ بزاف ما نعاودش لكم. صافي هكايا كيجي الشكل زوين شكل راقي وبهذا الشكل هذا غيحبوه وليداتنا بزاف. المهم جا واعر جا لذيذ وكنقدموه مع المقبلات ديالنا اللي انا درت طبق ديال الملوخيه وسلطات مغربيه ديالنا كتجي طبق واعر بزاف طبق صيفي بامتياز. وما عليا نقول لكم غير بالصحه والراحه ومع السلامه.